شاء الله. نظيفة جدا. يوتيوب جرافيتو. مهندس، بس انا مش بفتخر انا مهندس او حاجة، بس قشطة. عايش جدا، جميلة جدا. الان احنا في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. هنعمل وايت صوص، اول مرة اعملها بصراحة. الوقت دلوقتي حاليا متأخر وانا جعان، جه في دماغي ان انا اعمل وايت صوص، مش عارف ليه، بس هنشوف دلوقتي. اول مرة اعملها خالص. والطبخ انا بشوفه حاجة يعني سهلة جدا، او الفكرة بس في تظبط الاكل والطعم ده مع الوقت، انا فاهم، ولكن انك تعمل اكل الموضوع ده سهل جدا. واليوتيوب ما خلاش حاجة يعني. فهنتبع طريقة عمر في المطبخ، انا بحبه جدا يعني. فنشوف تعمل ازاي. اول حاجة نحضر مكونات، انا لسه مش عارف ايه هي، ولكن نشوف الفيديو ونحضرها باذن الله. يلا بينا. متحمس جدا. متحمسين؟ انا متحمس. يلا. قولوا لي في الكومنتس ايه الاشكال اللي بتحبوها في المكرونه بالوايت صوص. غليت ميه على نار عاليه اول حاجه قالها ان احنا محتاجين مكرونه، ودي حاجه بديهيه جدا. وكان بيقول اللي عايزين نوزنها 200 جرام ومش عارف ايه في ميزان، بس انا هكسل. فاصلا الكيس 400 جرام، فانا هعمل نصه، فبدل الميزان وجع دماغ وكده يعني، فنستسهل يعني. فمش عايزين ميزان خالص. تاني حاجه ملح، فلفل اسود، زعتر، مرقة دجاج، كريمة طهي، زبدة، وأكيد حلة اللي هنسلق فيها المكرونة، دقيق، لبن، فص ثوم. ممكن تقشرها لي؟ شكرا. ما علينا. المهم دلوقتي احنا هنحط المية على الايه، المية تغلي وكده عشان نحط المكرونه، وبعدين هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. يلا بينا. اعتقد حاليا الميه غليت، فنحط المكرونه، بس لسه ما غليتش، فنستنى شويه. نايس. الميه غليت فهنحط المكرونه. هنحط نص الكيس بس. اعتقد نص، مش عارف، ممكن نزود. مش عارف ايه الخطوة الجاية، بس هنحاول اهو. دينا بنجرب، وانا سعيد مع المكرونة تظبط وكده يعني. انتوا عاملين ايه؟ الهدف من الفيديو ده هو ترفيهي اولا واخيرا يعني. ثانيا بجرب يعني، ممكن تطلع في النتيجة سلبية جدا ومش كويسة وما تتاكلش، لكن انا اتوقع انها تكون بيرفكتو يعني ان شاء الله. بس ثانيا الهدف من الفيديو كذلك ان انت عادي ممكن تطبخ يعني، فاهم؟ زائد ان انا يعني، او احنا عامة كشباب شايفين ان موضوع الطبخ واعمال البيت هينة ويسيرة جدا، عشان احنا مجربناهاش. احنا نظرتنا للامر بيكون ان هو قشطة عادي يعني، مش حاجة مش صعبة، حاجة اتعودوا عليها الخ من الامور دي كلها، ومش بنحس بالنعمة يعني. خصوصا غسل المواعين. الرسالة دي تقريبا موجهة ليا، بس انا مش واخد بالي خالص. بيبقى الموضوع مرهق وانا بكرهه جدا يعني. بس انا بكرهه يعني، بكره الموضوع ده جدا، ومش بحب اغسل مواعين خالص اطلاقا. فدي بدردش معاكم يعني لما المكرونة تستوي يعني. انتوا فاهميني؟ حاسين باللي انا بقوله؟ بس هما بيتعبوا جدا الصراحة، ودورنا ان احنا نقدر ده يعني. بس الله المستعان يعني. مرحلة ان احنا نصفيها من المياه. انا ماشي معاك خطوة بخطوة اهو، عشان لو حبيت تعمل نفس الاكل اللي عملتها دي. بس ظبط. اوكي، دي اللي هنصفي فيها المكرونة، ولكن احنا محتاجين كوباية مية عشان نستخدمها في عمل الصوص. اول حاجة الامان ان احنا نلبس الجلافزات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملحوظه يعني حاجه مهمه جدا، الا وهي نقطه ان انت وانت بتدلقي ميه سخنه في الحوض قولي بسم الله يعني. بس بسم الله. بسم الله. نايس. تمام كده عملنا المكرونه. تسلم ايدي تسلم ايدي بجد ما شاء الله. ثم ننطلق للمرحله التاليه وهي عمل الصوص. هيا بنا. بسم الله. اعتقد دي كفايه مش عارف. نحط فص الثوم، نص فص الثوم اللي قال عليه، وهنقلب. بعدين هنحط معلقتين كبار دقيق، واحد بنسترها، ادي التاني، ثم ده هنقلب، وقال كوبايتين حليب ونقلب واحنا بنحطهم. شويه شويه وانا بقلب عشان ما يتكونش كمان. حاسس ان هي مش شبهها خالص. نص كوبايه شوربه فران بدل نص كميه ميه المكرونه. الملح مش بحط. اي ثينك اللي انا حطيت فلفل اسود كتير قوي، بس اتس اوكي نوت باد. مش هنحكم على الطعم دلوقتي الا بعد ما نخلص. حط كريمه الطهي زي ما هو بيقول كده. حاليا لحظه الحقيقه ان احنا هنعمل ايه؟ هندوق الصوص ده نشوف هو ايه نظامه يعني. بسم الله بسم الله يا رب. اعتقد كويس لطيف قوي الحمد لله. حاليا هنحط المكرونه، هي مسكت في بعض جامد. بوم دان الحمد لله. هنقلبها كويس جدا في الصوص. اللهم بارك. هو مش وايت صوص، هو براون صوص. حاسس ان هو قلب لون بني خالص، بس قشطه انا مش حزين. اهم حاجه الطعم في الاخر. المهم انتوا عاملين ايه؟ نايس. هندوقها وهي كده الاول. فيتامينات طعمها بجد 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 بجد. تعالوا الحقيقه بقى، مش انا اللي عاملها صراحه، هي بيرفكتو الحمد لله. مش محتاجه، انا اعتقد حبيتها كده حاسه مظبوطه، مش محتاج ملح ومش دلعه، فبالتالي هاكلها بهذا الشكل. هناخد راي زوجتي ونرجع لكم لانها بتعملها بطريقه بيرفكتو يعني ان شاء الله عليها، بس انا احسن طبعا انتوا شايفين. فهناخد رايها ونرجع لكم يعني. يلا ترى. سعيد جدا. لحظة الحقيقة. هلا هلا. دوقي كده قولي رأيك. بسم الله. جميلة. بس هذا الطبق الجميل اهو ان شاء الله. سعيد جدا بيه. نايس جدا. بيرفكت. طعمها كويس جدا بالنسبة لي الحمد لله. الخطأ الوحيد فيها ان هي مش لونها ابيض، هي لونها بني، وده اللي حذر منه عمر في الفيديو، ان انت لو سبتها فتره كبيره تقريبا او حاجه زي كده اللون بتاعها اتغير. بس اوكي الطعم واحد زي ما هو قال. بصراحه جميله قوي الحمد لله الحمد لله. فبس عايز اعرف رايكم في الفيديو ده، وهل حابين نجرب اكلات تانية ولا نوقف لحد كده وكفايه. بس نشوفكم الفيديو جاي. سلام. Run.